هي الكاتبة والروائية والصحفية والزميلة التي إن شاء الله رب العالمين ستنضم إلينا بعد قليل، الأستاذة خالدة أبو غوش. خالدة أبو غوش التي سنتحدث معها عن أحداث وبعض التفاصيل، نسرب لكم تسريبات هيك منها بما نستطيع عن هذا المسلسل. دعونا نذهب مستمعين الكرام مباشرة لنرحب بالكاتبة والروائية خالدة غوش، وهي أحد أبطال مسلسل أم الياسمين. خالدة، أسعد الله مساءك وأهلا بك عبر إذاعة عروبة من قلب خليل الرحمن. يسعد مساكم كلياتكم، وتصليح صغير، خالدة غوشة مش أبو غوش. خالدة غوشة، يلا هاي الخطأ الأول لأن حيحكي عليه. لا خلص صرنا متعودين على تغيير الأسماء، يعني بسيطة اسم بطولة على راسي. خالدة غوش وهي روائية وفنانة فلسطينية، إحدى أبطال مسلسل أم الياسمين. خالدة، يعني بداية حدثينا قليلا ومستمعينا عن هذا المسلسل الذي أعتقد ما زلتم تعملون بتصويره حتى هذه اللحظة، أليس كذلك؟ عزيزي نعم، إحنا بنعمل فيه لهذه اللحظة وللحقيقة. أنا يمكن بدي أحكي، صار معنا مقابلات صحفية كثير مع الأستاذ المخرج بشار النجار. نعم. وحكينا بأمور يعني عن المسلسل. بس في إشي أنا يعني خلينا أخذكم فيه اليوم. أنا حابة أحكي نعم عن تفاصيل المسلسل. الله ينور عليك. تفاصيل المسلسل لإلكم يعني. نعم. لبلدنا الثانية خليل الرحمن، كل الاحترام. هذا الإشي أنا حابة أحكي عنه. تفضل. يعني أول إشي، هذا المسلسل أنا بعتبره مسلسل فلسطيني بامتياز. نقلة نوعية للدراما الفلسطينية بإذن واحد أحد. أكبر دليل التفاصيل. يعني أنا كخالدة يعني ما كنت أتوقع هالتكنيك الرائع في المسلسل. على أدق التفاصيل، على الصورة، على الخيال، على الأكل النابلسي. إنه شايف حتى أنا صرت لأنه لكنتنا نابلسية لازم تعودت أحكي نابلسي، الأكل النابلسي كلياته. العلاقات الاجتماعية بين قرى وبين منطقة نابلس. إنه كمان بكون أنا مثلا أبوي مقدسي، يعني في زواج بين أهل القدس ونابلس بكونوا. أنا بكون متجوزة واحد نابلسي. بنحكي على تفاصيل يعني كيف بدي أقول لك. المكان اللي عم نصور فيه للحقيقة يمكن هذا يثلج قلوب كل الفلسطينيين لما يكتشفوا كل هذا عنا بفلسطين. صحيح أنا بحكي لكل المستمعين، إحنا عنا بفلسطين أماكن بتجنن، تاريخنا رائع، عنا قدرات بالتمثيل، عنا قدرات في الإنتاج. يعني للحقيقة أنا بشهد لهذا طاقم العمل. نعم. إنه دقيق. ما بننكر إنه مخرجنا بشار يعني هو بيعرف إن أنا جريئة وما بخاف. دقيق جدا جدا جدا. نعم. دقيق جدا، يعني ما في عنده إشي يفلت من تحت الأمور، من بين الأمور. ممكن يخليك تعيد المشهد 100 مرة حتى يكون بيرفكت 100%. ليه؟ لأنه دائما بيحكي لنا كلمة واحدة الأستاذ بشار، إنه إحنا بنمثل فلسطين، بنمثل نابلس، بنمثل سنة 1928، فبدنا نكون قدها. وهذا الاشي يمكن صدقني انا مبسوطة فيه، وانا فخورة اني بهذا العمل يختلف يمكن عن اي عمل فني تاني. نعم. انا رح اكون فخورة فيه. نعم. طيب خلينا ندخل ببعض التفاصيل. هذا المسلسل عن ماذا تدور احداثه؟ ما هي الرسالة التي سيتلقاها مشاهد مسلسل ام الياسمين؟ وانت تعلمين في شهر رمضان، اعتقد في شهر رمضان سيبث هذا المسلسل. نعم باذن الله. نعم. ما الذي سيجعل المواطن او الرسالة التي ممكن ان تتحدثي لنا بها الان تجعل المواطن في ظل آلاف من الاعمال الرمضانية على مستوى فضائيات في العالم تترك كل ذلك وتذهب إلى أم الياسمين الفلسطيني؟ يعني عن ماذا ستتحدثون في هذا المسلسل إذا كان بالإمكان؟ نعم عزيزي، بيكفي إنه إحنا بنقول نعم عن نابلس. بلد الثوار. جبل النار. نعم. وإلها تاريخ قوي. يمكن تبدأ الأحداث المسلسل في إنه بيكون يوم استقبال، وبتعرف أهل نابلس كانوا متميزين بالاستقبال. نعم. الاستقبال كان أيام زمان للنساء مظبوط، بس كان ينحكى فيه بالتجارة، كان ينحكى فيه بالسياسة، كان ينحكى فيه بالأسلحة. نعم. كان ينحكى فيه بكل إشي. نعم. بعدين بيكون تراثنا وعاداتنا بالمولد النبوي. بعدين ببين الإنجليز كيف بيعذبونا بين الإنجليز وبين اليهود الحقبة هديك من الزمن. وأعتقد إنه آن الأوان إنه نورجي العالم كله نابلس مش من اليوم. نابلس من زمان تاريخها
من زمان مش من اليوم. واللي بيصير فيها اليوم هو مش إشي جديد عليها. نعم. أحداث مشاهد يعني بعض الشيء مثيرة للمشاهد بما يتحدث بالثورة الفلسطينية موجودة في هذا المسلسل خالدة؟ أكثر مما يتوقع المشاهد. أكثر مما يتوقع المشاهد. نعم. أحداث جميل. طيب خلينا نحكي بشكل شخصي شوي. يعني تعرفنا على المسلسل وبعض القضايا اللي فيه. يعني عزيزي أنا بدي أحكي لك من التفاصيل الخفيفة اللي هي المهمة. بنطلع إحنا بالقرن 21 لو بدنا نمثل إشي قديم ممكن نلاقي الممثلة أظافرها طوال، مناخيرها طويل، ممكن تكون حاطة آيلاينر. مسلسلنا فيش منه هذا الحكي. ماشيين على الحقبة القديمة يعني إنه إحنا ما كان في مناكير بوقتنا، ما كان في مناكير، ما كان في آيلاينر، ما كان في آيلاينر. يعني إحنا بهمنا نوصل الصورة بدقة بتفاصيلها. يعني ما بدنا نركض من سنة 1928 نيجي لل 2023. لا، احنا حنتم بالحقبة هذيك. نعم. طيب خلينا نتحدث بشيء خاص عن دورك في هذا المسلسل. ما هي الشخصيات والأسم لخالدة غوش في هذا المسلسل، وأي الأدوار ستكونين فيها، وهل أنت راضية عن ما تقدمين؟ شوف، أنا بكون اسمي أكرم، مرت المختار، بكون ورثة الصبانة من أبوي. فهي بداية مشكلة بتطلع الصبانة في أمور، وما بدي أحرق بصراحة المسلسل. طبعا. بس هو بكون بيت رئيسي، بيت الكرم، بيت الناس بتلجأ لنا بكل إشي، وفي بتصير عداوات، فما بدي أحرق أكثر من هيك. بس أنا بكون دوري أكرم مرت المختار، ورثة الصبانة من أبوها الحج أمين من القدس. والله يا أكرم مرت المختار معنا ضيفة في البرنامج هذا. لما في برنامج في عبر إذاعة عروبة نكون سعيدين جدا إنه إحنا نتذكر عندما يبث هذا المسلسل نقول والله كان لنا لقاء مع مرت المختار كمان. هذا شرف إنها ست خالدة. والله وشرف إلنا، وإن شاء الله يا ربي مش بس فلسطين، خارج فلسطين والدول العربية كلها تتابع هذا المسلسل. لأنه إحنا واثقين منه. وغير إنه للحقيقة إحنا من 6 بندخل اللوكيشن وبنطلع أقل يوم بنطلع في 12:30 بالليل. الله يعطيكم العافية. طيب بيسألني بعض الأصدقاء برسائل أين سيبث هذا المسلسل، وإذا كان تم تحديد موعده في شهر رمضان. هلا برمضان راح يكون إن شاء الله من أول يوم رمضان، ولكن إحنا راح نقرر، راح المخرج يعطي الدعاية وين. يعني حاليا ما بدنا نحكي عن قناة فضائية، ممكن هو أكثر من قناة فضائية بصراحة. بس هذا الإشي ما بخصني أنا أحكي عنه. لأنه لسه تحت الطاولة يعني. نعم لسه ما تم تحديد ذلك. المسلسل 30 حلقة. كم عدد زملائك الممثلين؟ المسلسل يختلف، مش 30 حلقة، 29 حلقة. 29. نعم. كم ممثل وممثلة معك؟ وهل 57 ممثل. إحنا أنتوا 57 كلكم فلسطينيين بدون أي تدخلات خارجية؟ لا كنا فلسطينيين. أنت الآن في اللوكيشن على حسب ما تقولين. صحيح. أنا باللوكيشن كنا نستنى، يعني أعطينا إنه طلعت من المشهد بنستنى الصلاة يخلص عشان نكمل تصوير. كان مناسب إنك حكيت معي هلا. أنا سعيد جدا، مسرور جدا في الفنانة والروائية خالدة غوشة. مسلسل أم الياسمين، يعني بصراحة الأسم جميل. المدينة اللي اخترتموها للأمانة كل الاحترام. أعتقد حارة الياسمين لها نصيب من أحداث هذا الفيلم. كتير، مش شوي طبعا. أكيد. شكرا، أتمنى لك التوفيق وشكرا. حتى أحكي كلمة طبعا. إحنا طاقم التمثيل. إحنا متشوقين نحضر أكثر منكم. انتم تشوفوا تعبكم بعد كل هذا التعب شو اللي بده واحنا على فكره انا عمالي بعرض عبر البث المباشر، بعرض البرومو تبع البرنامج، ويشاهد المتابعين يعني ما تتحدثين عنه فعليا انه شيء رائع، وان شاء الله بيكون مفخرة لفلسطين هذا المسلسل، وانت احد ابطاله، وكان لنا الشرف بالحديث معك قبل ان يكون هذا المسلسل عبر الفضائيات التي سيبث فيها في الشهر الفضيل. خالدة كمان مرة شكرا جزيلا لك، اتمنى لك التوفيق لك ولكل طاقم العمل، والله يعطيكم ألف مليون عافية. شكرا. كل تحياتنا لكم جميعا، لأهلنا بالخليل، أنا بحبكم كثير. شكرا ولك بالمثل. شكرا. باي. الفنانة والروائية خالدة غوش، إحدى أبطال مسلسل أم الياسمين. صدقوني يا إخوان، يعني برنامج